معاكم إبراهيم توفيق عكاشة في امسك لسانك، ويا رب يعرف يمسك لسانه. اهلا يا جماعه، هذا الفيديو هزلي وليس له اي علاقه بالواقع، ويرجى اللي يتفرج عليه يبقى فوق ال 18 سنه. جايين نتكلم على ايه النهارده؟ جايين نتكلم على الحريه في امريكا. هل الحريه في امريكا لو اتمارست هنا في مصر هيبقى شكلها عامل ازاي؟ طيب تعالى ناخد مثال سريع كده على زهران منداني. زهران منداني كسب انتخابات عمودية نيويورك، ورئيس دونالد ترامب ما كانش موافق على توليه هذا المنصب، وبرضه وهدد بانه يقطع المعونات الفيدراليه والخ الى كلام. طيب وطلع زهران منداني هاجمه بشده وقال كلام غير لائق بالنسبه لنا احنا كعرب وكعادات وتقاليد. طبعا الموضوع غير لائق ومش عارف يعني. بس هل الموضوع بتاعنا، هل الحرية دي لو بقت في مصر هيبقى شكلها عامل ازاي؟ وهل هنستفاد منها ولا هيبقى في ضرر علينا؟ هل الشعب عنده وعي لهذه الحرية؟ هل القادة عندهم تقبل لهذه الحرية ولا لا؟ طيب موضوع طبعا ان عمدة مدينة يهاجم رئيس دولة أو يهاجم رئيس وزراء، ده طبعا شيء طبعا عندنا غريب يعني. بس تعالوا كده نتخيل مع بعض لو رئيس مدينة هاجم رئيس الوزراء عندنا، ايه اللي ممكن يحصل؟ انا تخيلي انا هيتكون لجنة من 4 عربيات. اول عربية هتنزل تسأله مثلا يعني انت اخر مرة والدتك رفعت حاجبها كان امتى؟ يعني ممكن حاجات غريبة كده تحصل. انت ابن خالتك عايش جنبك ليه؟ مقاس لباسك كام؟ فمش عارف الصراحة. بس طبعا بعيدا عن الإسفاف والتريقة، لا بجد والله عاوزين نتناقش في هذا الموضوع بجد، وعاوزكم تسيبوا لي كومنتات وتقولوا لي تخيل لو الحرية بتاعت أمريكا دي موجودة في مصر بنفس هذا الشكل، هنستفاد منه ولا لأ؟ أنا على أسلوبي أو أنا على يعني أنا على نظريتي أنا هنستفاد منه طبعا، وهنطلع منه بإيجابيات أكتر من سلبيات. بس هل هنمارسها صح ولا هتطلع الولية فتحية تقول لك أصل جارتي، أنا بشك في جارتي دكر البط فين؟ انت يا ولية فتحية هتتخانق مع جارتها على دكر البط. والله هي دي فعلا لو مارسنا الحرية الامريكية في مصر، وشكلنا نهايتنا هيبقى دكر البط. والله. بس لا بجد فعلا عاوزكم تسيبولي تخيلات. هل السيناريو بتاع زهران منداني لو حصل في امريكا، لو حصل قصدي لا مؤاخذة معلش عفوا، لو حصل في مصر هيبقى شكله عامل ازاي؟ او هيبقى ايه السيناريوهات اللي موجودة لو الحرية الامريكية موجودة في جمهورية مصر العربية؟ حابب طبعا انهي الفيديو بالكلمات المعروفة اللي لسه افضل اقولها لحد ما اسمعها في التلفزيون: ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى ميعاد. السلام عليكم ورحمة الله.